واش حكايه البطاله، واش جديد البطاله، واش هذه الحكايه اللي نايضه على البطاله؟ صح، بسطها على روحك خوتي باش تفهموا. القرار ببساطه شديده انه مجلس الوزراء راح يديروا ويراجعوا اليات صرف البطاله، كيفاش يصرفوها وشكون يستفيد. ثاني راح يراجعوا الشروط، وكذلك راح يرفعوها، راح يزيدوا فيها. يعني البطاله ما حش تبقى دوكا كيما مليون و500، راح يزيدوا فيها. واهم حاجه وشنو هي اللي الناس تلفت لها، هي انه المواطن والفرد اللي عنده الحق باش يستفيد وراح يستفيد خلاص، وافقوا له، راح يستفيد منها عام او عامين، قادر يزيدوا له عامين حسب الشروط يحددوها التنظيم. هذا التنظيم مازال ما خرج، يتحدد من بعد، لكن راح يستفاد منها المواطن والفرد هذاك البطال اللي زعما من بعد ما يتخرج وكذا، راح يستفيد منها عام. هذا الاصل، ويمكن انه يزيدوا له عام واحد اخر، يعني عامين اذا كانت فيه شروط هذيك اللي يحدوها عن طريق التنظيم. هذا هو خلاصه القرار. اما هذيك الناس اللي تقول لك عنده علاقه بمده التجديد وكذا، هذه ما عندهاش علاقه خوتنا بمجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ما يحددش هذه الامور البسيطه، هذه مساله اداريه يحدوها مديريه العمل ولا وزاره العمل، لانام الى اخره. ما عندهاش علاقه بوزاره او مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه. خلاصه القرار هذا تاع عام وعامين، انه الفرد اللي يكون عنده الحق وراح يستفيد منها، راح يستفيد منها عام او عامين وانتهى الامر. وهذه هي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منحة البطالة، الشروط الجديدة ومن يحق له الاستفادة من هذه المنحة. إذن مجلس الوزراء اليوم اجتمع برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وأقر الكثير من الأمور، من بينها رفع الأجور أو الحد الأدنى للأجور من 20,000 أي 2 ملايين إلى 24,000 إلى 2 ملايين و400. كذلك أقر زيادة في منحة البطالة من 15,000 إلى 18,000 دينار. لكن الترند اليوم لم يكن هو الأجور أو رفع منحة البطالة، بل مدة البطالة. لنكن صريحين في البداية، والله منحة البطالة هذه من أجمل الأشياء التي وجدت في الجزائر منذ الاستقلال، لأنها كانت تعين الكثير من العائلات. كثير من العائلات كان المصروف تاعها بمنحة البطالة، كثير من العائلات المعوزة كانت تخلص الكراء بمنحة البطالة، هذه لا ننكرها. ولكن في المقابل 1.5 مليون بالنسبة للشاب يطمح أن يبني حياته أو يضمن مستقبله، هذه لا تكفيه. ربما هي حل مؤقت حتى يجد عمل، لأن الشاب يعني سواء كان متزوج أو غير متزوج 1.5 مليون ما راح يدير له والو إذا لم يشتغل ويأخذ فرص عمل. يعني العامل الآن ممكن 5 ملايين في الشهر ما راح يدير له والو، فما بالك ب1.5 مليون. هي صحيح حل مؤقت، لهذا الدولة ارتأت أن تغير صيغتها من منحة دائمة للبطالين إلى منحة مؤقتة للباحثين عن العمل. يعني الشاب الآن الذي يستفيد من منحة البطالة ستكون لمدة سنة فقط. هذه السنة قابلة للتجديد بشروط، منها مثلا أن يكون الشاب أثناء السنة الأولى يلتحق بالتكوين، يلتحق بدورات تكوينية وتعليمية، يحط السي في تاعه للعمل، يعني أنه يسعى للعمل، ليس أن يأخذ هذه المنحة وينام. ضمن هذا هو هدف الدولة من هذا الإجراء الجديد. ثم إذا توفرت فيه الشروط تجدد له لسنة ثانية وانتهى. كذلك نتمنى من الدولة أنها هي أيضا تساعد، يعني الشاب اللي يكون مستفيد من المنحة أنها تحاول أن تجد له فرصة عمل أثناء استفادته من المنحة، لأنها الآن أصبحت على الأكثر 2 فقط وليست مفتوحة مثل السابق. كيف المنحة هذه تاع الإرصاد تاع البطالة هذه، علاش زعما فوق الكارونطون مقصيين؟ كاين اللي ما عندهمش، عطاو لهم شويه روح هكا، شويه ريفوني هكذا حلايلي يدوه. ديجا داروا واحد لي كونديسيون ان نورمال، ماشي زعما منحة تاع بطالة كبطال، منحة تاع واحد جامي يخدم في حياته بها قلت ارسا، ومن بعد تقصيه ناحية تاع كارونطون ديال كذا. فالي با اسيمي عفسالي، ما تقدرولهاش من الاخر، تقدروش ديروها عفساكي هذه ما ديروهاش. هذوك تاع امبارح يكون اسوبليسمون، يزيدوا يعاونوا واحد اخرين اللي ما مخدم وحبس خدمه يديها مام كذا ستو، والاخرين اون فاس يقول لك اوديك يولفوا لهم ما يخدموش تفنيين. يدي 2 ملايين 18,000 شحال هذه الحكايه؟ 70 يورو بور ان موا، راكم تحسبوا لها. واحد قال لي ما تحكيش بالورو، انا في الجزائر احكي بالدينار. نحكي بالدينار نهار يكون اليورو برا، في النهار احنا لي برودوي تاعنا كاع نشروهم اون يورو، ونهار يكون الدينار يسوى كيما في البنكه. كون زعما نقول لك دوكا عطاو لك، نهضر بالدينار نقول عطاو لك 18,000 تسمى اون فري راني نكذب علاه،
بارسكو الا 18000 هذيك تروح تجيب لي شحال هو يدير لورو 15 صح، تجيب لي نقولوا 120 اورو راك فاهم. الوغ كو 120 اورو برا يدير 3 ملايين وزياده ونص ولا راك فاهم ابوبري. تما كي نقول نهضر بالدينار جو فوس لو تروك، باسكو السلعه تاعنا كي تروح تشريها في السله هنايا كلشي راه امبورتي، ما يحسبونا بمارشي نوار، ما يحسبوناش بالدينار تاع البنكار. نهضر اون اورو باش نريح ريقلو، باش ما نريحش نحرج. نهضر بالدينار نهار يولي الدينار يسوى كيما في المارشي نوار كيما في البنكه، هذا ما كان. وهذا الصوالح هذو اليوم ينداروا مش فوا لانتيري تاعهم، ماشي وقتهم كاع يتيك والله. سورتو ابري ما شفنا مساعدات مديناهم من الخارج، شفنا هذه انت تروح دير هكا تنقص للشعب، سي با بيان والله غير سي با بيان.